حكايات كتير في الوسط الفني، منها اللي بيكون حقيقة ومنها اللي بيكون إشاعات، خصوصا إن حياة الفنانين مليانة حوارات طول الوقت. يمكن ده سبب تسليط الضوء عليهم على طول. هنتكلم النهاردة عن حكاية طرد سوزان مبارك للفنانة ليلى علوي من القصر الجمهوري لما قالت لها اطلعي بره يا دبدوب. موضوع مثير وتفاصيل خفية مش كتير يعرفها، يلا بينا نحكيها لكم. الفنانة ليلى علوي مواليد 62 من أب مصري وأم يونانية، وهي صغيرة اشتركت في برنامج ماما فضيلة، وبعد كده لما بقى عندها 16 سنة قدمت في المسرح وطلعت للنور، واكتشف موهبتها الفنان نور الشريف وحطها على أول الطريق وبقت بطلة في كل أفلامها وبونبوناية السينما المصرية. ليلى علوي اتعرفت على رجل الأعمال المصري منصور الجمال سنة 2003 في حفلة في بلجيكا، وبعدين العلاقة بينهم اتطورت لحد ما حبوا بعض. ليلى ومنصور اتجوزوا سنة 2007، وكان وقتها ليلى علوي عندها 45 سنة ومنصور الجمال 63 سنة، وليلى وافقت رغم فرق السن الكبير بينهم، وكمان كانت مراته التانية وده بسبب حبها ليه. ليلى كانت بتحب الأطفال جدا، بس ربنا ما كانش رايد إنها تكون أم، فتبنت طفل رضيع اللي هو ابنها خالد ربنا يحفظه لها. بس جوزها منصور مع مرور الوقت كان بيحس بالغيرة منه. منصور الجمال كان بيقول إنه ما كانش يعرف في البداية إنها ممثلة، وإنه حبها من شخصيتها، وكان راجل شرقي جدا. لحد كده الكلام والقصة حلوين قوي. نرجع بالزمن شوية كده قبل جواز منصور الجمال من ليلى علوي. جمال مبارك ابن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان متجوز خديجة الجمال بنت أخو رجل الأعمال منصور الجمال. خديجة وسوزان مبارك كانوا رافضين جواز ليلى علوي ومنصور الجمال. في الوقت ده حسني وسوزان مبارك كانوا بيجهزوا جمال علشان يحكم البلد بعد أبوه، فكانوا شايفين إن ما ينفعش خالص عم مرات الرئيس يكون متجوز ممثلة. أما جمال مبارك فكان بيقول لليلى علوي وقتها خليكي من العيلة وما عنديش مشكلة خالص إن الجوازة تتم، بس بشرط إن ليلى علوي تسيب التمثيل نهائي. منصور وليلى حاربوا بكل وقتها وصمموا على كلامهم واتجوزوا فعلا. وبعد فترة كان في حفلة رئاسية وكان معزوم فيها منصور الجمال اللي خد مراته ليلى علوي معاه زي أي زوج وزوجة. بس المفاجأة إن سوزان مبارك أول ما شافته قالت له أنت جاي وجايب دباديب معاك؟ إزيك يا دبدوبة، روحي خسي وتعالي. بس ليلى ما ردتش عليها خالص ومشيت من سكات. سوزان مبارك ومرات ابنها كانوا شايفين إن ليلى علوي متكبرة، وكانت سوزان دايما بتقول هي ليلى هتتكبر علينا واحنا العيلة اللي بنحكمها. مرت الأيام وفضلت ليلى متجوزة منصور الجمال لحد 2015، وبعد كده انفصلوا بدون أسباب معروفة، وتوفى طليقها سنة 2020 بفيروس كورونا، الله يرحمه.